السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المنين والقراقيش بتاعة الافران بطعم في منتهى الجمال. اول حاجة يا جماعة ده معايا كده دول 3 كيلو دقيق منخولين، ده دقيق متعدد الاستخدامات. هما ال3 كيلو دول هيعملوا معايا كمية كبيرة. طبعا اللي عاوز يعمل كيلو او نص زي ما يحب. وطبعا كمان هنا معايا ال3 كيلو دقيق هياخدوا 3 بالمعلقة الكبيرة دي سكر، 3 شمر على ينسون، و3 معلقة خميرة فورية، وبالمعلقة الصغيرة دي 3 بيكنج باودر، و3 ملح ممسوحين، او ممكن تحطوا 2 ملح او معلقة ونص ملح زي ما تحبوا. طبعا انا واثقة من الخميرة بتاعتي، يعني انا مجرباها وعارفة انها خميرة كويسة يعني. فعلى طول هخلط كل المكونات الجافة مع بعض وهبدأ اعجنهم. لو انتي مش واثقة في الخميرة يبقى نص كوباية لبن دافي وسيبي فيها الخميرة لحد لما تخمر عشان تتأكدي منها. طبعا يا جماعة اللي ما بيحبش طعم الشمر واليانسون ممكن يحط فانيليا او يحط ريحة كحك او محلب او يعني زي ما تحبوا. بس هو الموضوع بيبقى فيه سمن وزيت كتير، فالشمر واليانسون حلوين يعني عشان الانتفاخات والمعدة والحاجات دي، وكمان بيدوا ريحة في منتهى الجمال. انا هحط كل المكونات الجافة مع بعض وهبدأ اقلبهم. طبعا لو انت حابة تعملي كيلو واحد يبقى الكيلو هياخد معلقة كبيرة خميرة، معلقة سكر، معلقة شمر وينسون، معلقة صغيرة ممسوحة ملح، وهياخد معاكي معلقة صغيرة بيكنج باودر. دي المقادير للكيلو، والكيلو برضو هيعمل معاكي كمية كويسة. كده انا قلبت كل المقادير الجافة مع بعض، وهبدأ انزل عليهم الاول بالسمن والزيت. طبعا انا معايا 3 سمن و3 زيت بالكوبايه اللي هي ال200 ملي. اللي حابب يا جماعه يعملهم بكلهم بسمن او حابب يعملهم بزيت بس ما يحطش سمن زي ما تحبوا، بس احسن حاجه ان انتوا تعملوهم بزيت وسمن مع بعض. وهنا طبعا هندخلهم كويس في بعض، نفضل نعجن كده يا جماعه لحد لما الدقيق يتشرب كل السمنه، وبعد كده هنزل عليهم باللبن. طبعا اللي حابب يعجن بلبن او بلبن قاطع او بلبن رايب زي ما تحبوا، او لبن على ميه زي ما تحبوا. دول معايا 6 كوبايات لبن بالمج اللي هو 200 مللي بتاع الشاي، نفس المج اللي انا عملت بيه مقدار السمن والزيت. بس الدقيق ده طبعا متعدد الاستخدامات، بس ما تحطوش كل اللبن مره واحده. انا عارفه الدقيق وعارفه العجينه كويس قوي، فانتوا ممكن تحطوا شويه لبن، وكل ما العجينه تحتاج ادوها شويه لبن لحد لما تبقى ايه مظبوطه، عشان ما تطلعش منكم سايله او كده يعني. فهي لو طلعت تخينه ممكن نعالج الموضوع ونديها شويه لبن او شويه ميه دافيه، او اللبن كمان بيبقى دافي يا جماعه مش ساقع يعني من التلاجة. دلوقتي بقى ايه العجينه كانت ارتاحت، وانتوا اصلا بعد ما بتخلصوا العجينه بتسيبوها ترتاح. انا هريحها نص ساعه لان الكميه كبيره يعني، على هريحها عشان لما هاجي اقطع هقطع فاللي هو في الاول هيطلع يعني. فانتوا اللي مش عايز اللي هيعمل يعني مش عايز كميه كبيره ويعمل كميه صغيره هيريحها نص ساعه بس. بعد كده بعد ما يقطع هيرجع يغطيها على ما ايه ترتاح، لكن انا هريحها بس نص ساعه في الاول وخلاص. هنا كده انا بجيب يا جماعه، هتجيبوا كيسين بتوع تلاجة او كيسين بلاستيك زي ما انتوا عايزين، وهتدهنوها كده بحبه زيت وهتحطوا العجوه. طبعا اللي حابب يحشي عجوه، العجوه دي هتدفوها على النار مع معلقه سمنه وبلاش زيت عشان ما تنشفش منكم في الفرن. او اللي عاوز يعمل بملبن برضو هيعمله بنفس الطريقه على البوتاجاز عشان يبقى لين معاه ويعرف يحشي بيه. انا هوريكم بس الطريقه دي، بس انا مش هكمل بيها للاخر يعني، انا هعمل بيها جزء صغير. طبعا زي ما قلت لكم العجينه كانت ارتاحت بس حوالي نص ساعه عشان انا قلت لكم ان انا عامله الكميه كبيره يعني. وانتوا عندكم اختيارين، اللي حابب يخلي الخميره لما تخمر في الاول ويقطع ويدخل الفرن على طول، او اللي حابب يريحها بس شويه وبعد كده يغطيها بعد ما تتقطع على الصواني وبرضه يسيبها لما تخمر. بس انا كده هجيب عجينه وهفردها بالشكل ده، وهحط العجوه في النص عشان اعمل التقطيعه اللي هي زي الرول. انا بس مسحت الصينيه مسحه زيت كده عشان العجينه ما تلزقش مني، وهحط العجوه. طبعا يا جماعه كميه العجوه اللي انا عاملاها دي كبيره يعني، انتوا المفروض تعملوها اقل من كده، بس انا هقطع يعني شكلين مختلفين، فهي عشان كده بس هشيل الزيادات يعني. بس المفروض ان في الاخر لما بتيجوا تلفوا العجينه ما بيبقاش فيها عجوه عشان تقفل وعشان ما تلزقش منكم في الصواني. انا هشيل الزيادات بالشكل ده بالسكينه يعني، هحاول اسويها على قد ما اقدر وهلفها رول.
طبعا الرول زي ما انتوا حابين بالتقطيع اللي تريحكم، كبير صغير. انا مش عاوزاها كبيره قوي، يا دوبك حجمها كده يكون حلو. الرول اللي خدته ده بحاول اقفله، بصوا يعني بقلبها كده وبحاول اقفلها على قد ما اقدر عشان العجوه ما تطلعش منها خالص، عشان ما تلزقش معاكم في الصواني جوه الفرن. بس بشيل اي زياده من البلح او اي حاجه من العجوه كده. بعد كده هبدا اقطعها بالسكينه. في ناس بتحب الشكل ده جدا يعني، وبتحب تشتريه من الافران. بس انا هعمل معاكم كذا شكل، وبما اني هعمل كميه كبيره فالموضوع ده يعني هيبقى صعب معايا، فالتقطيعه دي هتاخد مني وقت طويل، وانا مش يعني عاوزه اخلص بسرعه. بس انا حبيت اوريكم يعني اللي بيحب الشكل ده يعمله ازاي. هنقطع الكميه دي بالشكل ده، والحته الزياده دي هوريكم ازاي تقطعوها، اللي هي بتبقى زي القراقيش بالظبط، شكل اللي هو بيبقى مستطيل وطويل. دلوقتي بقى هقطع معاكم الطريقه التانية يا جماعه، او الطريقه اللي هي بتبقى زي الصوابع دي. بس هحطها كده وهبدأ اسويها بالسكين واقطعها صوابع طويلة. موضوع سهل جدا يا جماعة، يعني انتوا واقفين كده على المطبخ يعني على الرخامة تخلصوا الكمية، وانضف واحلى بكتير قوي قوي من حاجة الافران وحاجة بره. بس ده شكل تاني. بعد كده هوريكم شكلين تانيين اهو. بصوا ده اللي حابب يعمل الشكل ده، واللي عنده قطعة اللي هي بتبقى متشرشرة دي بتدي شكل حلو خالص يعني، بتبقى منظرها صراحة في منتهى الشياكة. هنا بقى ده السمسم، اللي حابب يستنى لما العجين يخمر وبعد كده يحطه في السمسم، انا بقى هحطه من دلوقتي يعني. طبعا دي الصينيه اللي انا هحط عليها، انا بس اديتها مسحه زيت خفيفه، وممكن ما تدوش لان هو المين اصلا فيه زيت وفيه سمنه. دي بقى عسل في ميه عشان لما احطها في السمسم يلزق ما يطلعش. او ممكن تحطوا بيض على فانيليا، او اللي مش حابب موضوع السمسم ده يا جماعه ممكن اصلا يعني دي بس مسحه لبن كده على الوش عشان ايه لونه يحمر ويبقى جميل. عندكم كذا اختيار، يا اما عسل وميه يا اما بيض على فانيليا، بس انا ما بحبش موضوع البيض والفانيليا ده في المنين. يا اما مسحه لبن لو انتوا عايزين لونه حلو. واللي حابب كمان كان يحط سمسم في العجن ممكن يحط 3 معالق سمسم، ده للناس محبين السمسم يعني. فموضوع الاكل ده اذواق يعني، في ناس ما بتحبش السمسم اصلا كتير وفي ناس بتحبه كتير، فهي الطريقه دي اللي هتخلي السمسم يلزق فيه، فحتى لما تدخلوه الفرن وتطلعوه السمسم مش هيطلع يعني. وهرصه على الصينيه بالشكل ده، واروح عشان اكمل باقي التقطيعات. دي بقى التقطيعه اللي انا هتبعها لحد لما اخلص باقي الكميه، اللي هي الرول الاسطواني ده. بس مش زي دوكا يعني، ده مجرد ما حطيت العجوه جوه منه ولفيته لفه وقفلت عليه. وهقطعه بالميل كده يعني بميلان، لان الموضوع ده اسهل لي بكتير يعني. بصوا هقطعه كده بميلان، مش هيبقى رول من جوه ولا حاجه، مجرد عجين وجوه منها العجوه. طبعا العجين يا جماعه مبقاش تخين قوي ومبقاش رقيق قوي عشان ما يتحرقش منكم في الفرن، يبقى سمكه متوسط يعني بالشكل ده. ودي الطريقه دي سريعه جدا يعني، للي عامل كميه كبيره هيطلعه كله بالشكل ده. بصوا يعني مجرد شكل وفيه عجوه، واحطه في السمسم وخلاص. بس كده. وده بقى اللي عاوز يعملها قراقيش ساده هيقطعها بالشكل ده ومش هيحشيها العجوه ولا اي حاجه من جوه. ده اللي حابب يعمل قراقيش ساده. ما شاء الله يا جماعه 3 كيلو عملوا معايا كل الكميه دي، كميه كبيره يعني. طبعا كل واحد اللي عاوز يعمل كيلو ونص زي ما تحبوا. طبعا بما ان الكميه كبيره يعني فانا هسويها في الفرن ده. الفرن ده بيشتغل من تحت ومن فوق، بس اللي حابب يسوي في فرن البوتاجاز هيظبطه على 180 اللي هي الدرجه بتاعه الكيك، وهيسيبه لحد لما يحمر من تحت وبعد كده هيفتح عليه الشوايه. ده اللي حابب يعمله في الفرن بتاع البوتاجاز. اهو الفرن ده شغال من تحت ومن فوق فهظبط بيه. طبعا طلعناه من الفرن يا جماعه وخرجناه وفردناه كده على حاجه على صاج كبير. بس سيبوه لحد لما يبرد خالص 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 وابدأوا بقى شيلوه. انا هشيله عامه في طبق بلاستيك محكم الغلق يعني، من اللي هو الاطباق اللي هي اطباق صحيه يعني.
بس هحطه فيها وهقفل عليه كويس قوي. طبعا واللي حابب يحطه هدية يعني يغلفه في طبق بالشكل ده. جربوه يا جماعة بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا.